السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كلكم، يا رب كلكم تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. اللي متابعني على قناة حياة شيرين ونور بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب الكريم، وإن شاء الله يا رب يجي رمضان علينا لا فاقدين ولا مفقودين. وبمناسبة شهر رمضان البط ده يا جماعة ادعوا لي بالله عليكم يلحق رمضان، بأكله ليل ونهار لدرجة إن أنا حطيت له لمبة عشان ياكل بالليل كمان، يشوف الأكل وياكل. بصوا المهم هو لازم يلحقني في رمضان. ليه بقى؟ عايزة أذبح بطية حلوة أوي كده يعني، تكون حلوة بجد كده، وتكون جميلة على السفرة كده. يعني بصوا، يعني عايزة أحس إن أنا باعمل حاجة يعني من إيدي يا جماعة، يعني أنا اللي ربيتها وكده وتطلع حلوة وجميلة ما شاء الله. وفي نفس الوقت أفرح حماتي وأفرح سيلفي، إن إحنا أول يوم بنفطر كلنا مع بعض بدكر البط الحلو بتاعي. دكر بط عليكم كلكم يا شرموا يا جماعة، النص بياكل بط والنص هعمل له فراخ، فاهمني؟ فإن شاء الله يا رب ربنا يصلح حالي وحالكم، اللهم آمين يا رب العالمين. ويجعل لنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. ايه ده بقى يا شيري بتعملي ايه؟ بوريكم يا جماعه الاستيكر ده. الستيكر ده كان كله دهون بس يمكن التليفون ظلمه. اه والله العظيم، بصوا هتلاقي في حتت صفرة كده. اه والله بجد. فجوزي ربنا يا رب يديله الصحه يا رب بامانه، هو عارف الوجع اللي في ايدي وكده، وعارف ان انا يعني اعصاب ايدي دي مش بعرف اتك على حاجه قوي ان انا انضف. قال لي طب خلاص هات الباور، بص الحته اللي بينضفها بصوا بتروح زي الفل والله بامانه. انا بس بوريكم الحته دي عشان تعرفوا بس يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاته. ما فيش راجل يقول لا انا ماليش دعوه بشغل البيت، هو كان ده شغلي. لا والله، ده انت كل حاجه بتعملها في البيت ربنا بيكتب لك الاجر والثواب، وكل حاجه حلوه بتساعد فيها مراتك. فايا كان برضو الرجال قوامون على النساء يا جماعه، الرجاله قوامون على النساء. المهم يا جماعه خلالي الاستيكر ده زي الفل. وانا بقى مسكت السيراميك ده عكته وخليت المطبخ كان بيلمع، والتلاجة اتغسلت والشفاط وكل حاجة بصراحة اتغسلت. وهنا بقى اوريكم البط بعد ما عملت له ايه، كنست له وظبطت له الدنيا وحطيت له لمبة وحطيت له الاكل كده، وقفلت عليه عشان الهوا، علشان ما يخشلوش هوا بالليل ويبقوا دافيانين ويبقوا. تعملي ايه يا نو؟ قاعدة كده قلت أعمل بقى حاجة وأنا قاعدة كده. فكرت بقى قلت أعمل إيه. قلت بقى أقطع خيار كده وأعمل بمزاجي وخلاص. طب انت بتقطعي خيار ليه؟ كده عشان بمزاجي. وبعدين بقى هقطع دي، وبعدين هقطع دي كده وكده وبعملها كده. طب انت حاطه في الكاسات دي ايه؟ الكاسات دي كوبايات بتاعة عصير كده في ايوه، ما مية. انا مطلعه فراوله اهيت، انا هعملها عصير. الكاسات دي بتطلعها ليه وبتقطعها في الخيار كده ليه؟ عشان انا جاتلي فكرة قلت اعمل كده وانا قاعدة زهقانة واعمل كده كده. وبعدين قلت بقى اروح بقى اعمل اقطع خيار واجيب الكاسات دي. طب جبت الكاسات دي منين؟ ايه؟ جبت الكاسات دي منين؟ من ايه؟ اه الكاسات دي جبتيها منين؟ من هنا. وانا قلت كنت. حد يجي هنا طب دولت وقلت اجيب واحدة زبادي. طب انا كنت بعمل ايه؟ ايه؟ انا كنت بعمل ايه؟ بتعملي بس. كنت بعمل البس. اه. وانت عملت كل ده وانا بعمل البس. اه. طب ما صبرتش ليه؟ ما انا مطلعه فراوله هعملها عصير. ما أنا عشان هي الطرية قلت مش أحضر نفسي، قلت أقطع خيار بدل أقعد لسه. ماما لسه هتطلع من اللايف، قلت ده سهل عادي أقطع خيار وأعمل المية لحد ما يبقى سهل وخلاص. لا والله احسنت يا نور، احسنت. طب عشان انت كنت أنا بتغني اغنيتي وانا داخله قبل ما اجي اصورك؟ كنت قاعدة بقى أغني إيه؟ اه. كنت قاعدة بغني يا ست الحبايب اللي بتاعت البيت، يا ست الحبايب اللي بتاعت البيت. وانتي كده شاطلة وقبولة وبتاعت البيت وحلوة، وانتي ليه تنضفي يا ست البيت يا ست كله. الحبايب وانت بتنضفي البيت كله. ده اخراج وتلحين مين؟ ايه؟ اه ده اخراج مين؟ أي أغنية. اي اغنيه؟ ايوه يعني انت اللي قايلاها، انت اللي عاملاها. قلت أغني كده وأنا بقطعه وأروق على مزاجي كده شوية. اه تروقي على نفسك. اه. اه لا والله ما شاء الله. بس يا جماعه شايفين مقطع الخيار ازاي؟ بصوا، لا وعامله بصوا شايفين الشغل ده. اه والله العظيم يعني. ودي بقى حلويات كانت عندنا من عند الغاليه، ربنا يا رب يجازيها كل خير.
ويرضيها بابا ويوسع يا عليها. جماعة بابا وده بقى كيس فراولة انا طلعته قبل ما اطلع اللايف، قلت عشان ابقى اعمله لهم ماما عصير. أنا عايزة أقول وده الشاي اللي كنا شاربينه مكان الغدا، مكان الغدا والله. شفتوا يا جماعة؟ مم. أنا قلت بقى أروح على مزاجي، بابا قال لي طلعي الحلاوة، فلقيت خيار كده في التلاجة بقى، في التلاجة 3 خيار. قمت جاتلي فكرة، قلت أعمل، قمت جايبة الكاسات دي بقى وحبيت وغسلتهم كويس عشان فيهم تراب ولميتهم، وقعدت أعمل دوت بقى وخلصت ودخلت شافتني على بعمل دوت كله بقى. لا ما شاء الله عليك يا نور، شطور. عشان انا لما ببقى قاعده وبابا مش هنا بقى، وبابا بتبقى في سوق قاعده لوحدي، بعمل اي حاجه. بحب افنن ان شاء الله اولع لهم في الدنيا. اطلع بتاع، اطلع أقطع طاقتي. خيار، اطلع طاقتي كده من بره. بتحب تطلع طاقتها لبره يا جماعه. وبعدين يعني باخد الطماطم بقطعها كده فعلا ده بيحصل يا جماعه. وبعدين بقعد على التليفون بقى بتاعي. وبعدين انا اصلا عشان بابا التليفون بتاعها الام يا جماعه كان يعني مش مشحون، وقفلت اللايف بقى عشان التليفون كان مش مشحون. فهي قالت لي هاتي تليفونك بصور بيه، قالت لي قلت لها خدي، وقالت لي بصراحه يا جماعه انا دخلت انبهرت باللي هي بتعمله. قلت بقى يا ست الحبايب اللي بتروقي البيت وتتعبي في البيت، وقعدت بقى اغني ست الحبايب اللي بتدوري. لا كفايه لحد كده كفايه لحد كده. يلا لهم حطوا اللايك، حطوا لايك كتير يا جماعه، واعملوا لايك كتير عشان نعمل لكم تحديات في بكره هنصوروا التحدي برضه ان شاء الله باذن الله. وهنعمل مقلب في بابا. هنعمل مقلب في بابا. طب خلاص يا جماعه نفكر في المقلب. بصي لما بابا يقول لك حاجه بتقولي له ايه؟ بيقول لك بالتاء. ايه هو بقى؟ انت بتقولي له حاجه بقى يا ماما، يقول ما يقول لي ايه اقول له انا ايه؟ بالتاء. شايفين؟ عشان برد الكلام. بنرد الكلام. بيقول لها كده، بيقول لها بالتاء، فاحنا هنرد. بابا تقول له حاجه كده وهو نوطي صوت كده ونقول له بالتاء. خلاص يا جماعه العمليه خلصت. يلا حطوا اللايك عشان خاطر نور، حطوا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. بصوا انا نسيت اقول لكم سنه وانتوا طيبين. كل سنه وانتوا طيبين يا جماعه بمناسبه شهر ايه؟ شهر رجب. شاطره يا نور، شطوره يا نور. يلا كل سنه وانتوا طيبين، حطوا لايك واشتركوا في القناه. يلا وغني لهم بقى اغنيه بقى حلوه بقى. الغزاله رايقه والناس الحلوه سايقه، يا سيدي يا جمال وماله ضغط ايه علينا، واتقرب مني حبه لو لسه شويه حبه. بس كفايه، يلا يا جماعه سلام.